أشخاص محاصرين جراء السيول التي اجتاحت منطقة عين الناقة ببسكرة. التدخل الفعال لأفراد القاعدة الجوية حال دون وقوع ضحايا، وهذا من خلال تسخير طائرتين مروحيتين لتنفيذ مهام الإجلاء. عبد الرزاق سياح. Vous prenez les coordonnées géographiques les sinistrés et à prendre les appareils tout de suite. اجتماع عمل طارئ بالقاعدة الجوية ببسكرة التابعة للناحية العسكرية الرابعة. بإشراف مباشر لقائد القاعدة تم وضع خطة توجيه لمجموعة مواطنين تقطعت بهم السبل وسط الأوحال والسيول التي خلفتها الفيضانات في منطقة عين الناقة بعد 48 ساعة من آخر عمليات إنقاذ تمت خلالها. بطلب من السلطات المحلية لولاية بسكرة تدخلت قوات الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية الرابعة بالوسائل الجوية، وذلك بتسخير حوامتين لإجلاء المواطنين الذين حاصرتهم مياه الفيضانات بمنطقة عين الناقة والحوش، حيث تم إجلاء 90 شخص وتم تزويدهم بالأفرشة والمؤونة الضرورية. بعد 15 دقيقة من الطيران فوق المنطقة، ما سمح لنا بمعاينة الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الحقول، تم تحديد الهدف ليبدأ التنفيذ وسط إشادة السكان بعمليات الإنقاذ المذكورة سلفا. يعني الحمد ربي على البشر، لأنه الحمد لله ولله الحمد، وغامروا حتى برواحهم وهبطوا. جات طائرات وحطت الحمد لله هنا، وبفضل مجموعة من الشباب البلدية اللي يعرفوا المنطقة هذه وبعض من الفلاحين هما اللي يدلوا على الاماكن المتضرره اللي بها الاشخاص متضررين، وهزوهم الحمد لله وخرجوهم من المناطق مليحه. هو طياره تقريبا 4 سوايع على 5 ما حبستش. ما ميز هذه العمليه والعمليات المذكوره هو بروز كفاءه افراد القوه الجويه، كفاءه تعود الى انماط التكوين الجديده التي اعتمدتها المؤسسه العسكريه اولا، والخبره المكتسبه من التجارب السابقه ثانيا. يواصل